السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ النهاردة فيديو جديد بقى مختلف شوية، بس طبعا الفيديو اللي فات انتوا عارفين ان احنا سافرنا وكده، وطبعا كنا تعبانين، روحنا بقى تعبانين وكده، فكنا اكلنا في الطيارة وكده، بس البيت ما كانش فيه اي حاجة خالص 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 اللي هي تتعمل او تتاكل، اللي هو المفروض تاني يوم يعني وكده، ومعنا اطفال وكده، وما كانش ينفع طبعا. فالمهم فنزلنا تاني يوم بقى الماركت، اشترينا الحاجات اللي تلزمنا واللي تنفع يعني يعني الكام يوم الاولانيين دول او الاسبوع الاولاني ده. بس بقى اشترينا حليب واشترينا عصير واشترينا اكل، ورحنا كمان سوق الخضار وكده، وصورت بقى معاكم وكده، واحنا بنجيب الخضار يعني وكده، وكل حاجه متصوره. فقلت اشارككم معايا يعني وكده بس. وانتوا عارفين ان الفيديوهات دي يعني انا بحب، والخروجات دي انا بحبها، يعني مش بحب انزل اعمل شوبينج لبس والكلام ده، بحب انزل اعمل شوبينج للبيت، حاجات البيت بحب كده. مش بحب مثلا الهدوم والكلام ده، بنشتري وكل حاجة، بس يعني بفضل ده اكتر، يعني مشتريات البيت والحاجات دي بحبها اكتر. مش عارفة بقى مين زي كده. بس هنا بقى دي تلاجات طبعا الزبادي والحاجات اللي هي المنتجات الألبان والكلام ده كله. بس خدنا اليوم بقى من أوله. طبعا فطرنا الصبح وكده حاجة خفيفة، وبعدين شاي بحليب يعني وبسكوت وكده ومولت وكده، ما كان يعني ما. وبعدين واحنا نزلنا بقى كنا طبعا صاحيين متأخر لأني نايمين متأخر، نايمين حوالي الساعة 3، وصاحيين برضو تقريبا حوالي بعد الظهر كمان بساعة أو بساعتين. بس هنا بقى اشترينا اللي لزمنا من الماركت. اشترينا العصير والحليب من مكان يعني وكده، وده كان العصيم. بس بقى رحنا بقى سوق الخضار. هنا كانت تقريبا حوالي الساعة 4:30 5 كمان، كانت الدنيا بدأت تطري شوية عشان الجو حر جدا جدا جدا. بص، سوق الخضار ده سوق خضار على فكرة، تمام. سوق الخضار نضيف جدا جدا جدا، وكل حاجة منظمة، والحاجة فيه حلوة، والتعامل مع الناس يعني التعامل معاها حلو جدا. طبعا اللي قدامكم ده مكان مكتوب عليه سوق السمك واللحوم. المكان ده بتخشيه بيبقى عبارة عن أماكن كده زي دكاكين صغيرة أو محلات صغيرة كده، لحوم وأسماك، زي ما نضيف جدا، يعني نضيف جدا جدا جدا، تمام. طبعا احنا دخلناه بس مصورتش فيه طبعا، لاني طبعا يعني معرفتش ان انا اصور فيه وكده. بس هنا احنا بقى نركن العربية وهننزل بقى نتمشى على رجلينا. ده سوق الخضار طبعا، كذا حد بيبيع الحاجة يعني، وانتي بتنقي بقى، بتختاري اللي انتي عايزاه، واللي بيلزمك بتاخديه، تمام. عملوا ايه؟ بس بقى هنا كنا بندور على بصل احمر المصري، فطبعا بيبقى بيتباع كده زي ما انتم شايفينه. احنا كنا بندور على حاجة اصغر من كده عشان الدنيا حر، والبصل يعني ما يبص، او البطاطس تبوظ وكده، حرام. بس ما لقيناش اصغر من كده، فاشتريت بقى، خدت البطاطس دي. طبعا انا كنت بنقي يعني كل حاجة، وطبعا جبت حاجات تانية، جبت توم، وجبت فلفل الوان، وجبت كوسة، وجبت بدنجان وفلفل حامي. وهنا بقى ايه كان بيوصلنا، وجبنا طماطم. هنا كان بيوصلونا بالعربية دي لحد العربية يعني، عشان ما تشيليش على ايدك وكده. اخر احترام بصراحة، واخر ذوق يعني منهم. بس وطبعا فري، مفيش اي حد بياخد فلوس ولا حاجة،
تمام. هنا بقى رحنا سوبر ماركت لولو، هايبر لولو. لولو معروف ان يعني الاسماك بتاعته حلوه واللحوم بتاعته حلوه وبتبقى طازه دايما. هو كل حاجه بتبقى طازه وليها مده صلاحيه ومفيش اي حاجه بتبقى مش حلوه. بس احنا بنحب نجيب من لولو الاسماك والجمبري والحاجات دي، بتبقى اسعارها حلوه وغير كده كمان بتكون حاجه نظيفه وطازه يعني في نفس الوقت. تمام. بس احنا كده داخلين. ده هايبر كبير طبعا، في محلات وكده، بس في الماركت بتاع لولو. تمام. احنا بقى داخلين الهايبر. طبعا احنا نازلين نشتري بس حاجات البيت، مش نازلين نخرج ولا كده. بس لان فعلا كنا لسه تعبانين يعني، يا دوبك نمنا وصحينا وبعدين فطرنا ونزلنا على طول يعني، ما خدناش ما قعدناش ما ارتحناش كده، فاهمين؟ بس بص ده بيت القطط اللي بيلعبوا فيه. يلا ده مجوهرات هندي، مجوهرات هندي وستايلات الهندي. حتى الممثلين الهنود ورا يصوروا. هنا بقى دخلنا الهايبر اهو. هنا الماركت طبعا اول حاجه بتبقى الشامبوهات والكلام ده كله بيبقى موجود في الاول كده. وخدنا عربيه بقى وهنشتري الحاجه اللي لازمانا. بس طبعا هنا كان موجود طبعا، كان عندي زيت، كان عندي سكر، كان عندي رز، الكلام ده كله كان عندي. هي الحاجات بس اللي هي الطماطم، الخضار، البصل، الحاجات دي ودي ما كانتش موجوده. بس جبنات طبعا ما كانش فيه، بيض ما كانش فيه، الحاجات دي كلها للفطار يعني، حاجات الفطار عامه ما كانتش موجوده. بس ما كانش فيه اي لحوم، اي اسماك، اي حاجه. بس وطبعا هنا مش هننزل كل يوم نشتري، فبنشتري الحاجه بتاعتنا اللي هي بتلزمنا يعني، اللي هي مثلا اسبوع ناخدها اسبوع اسبوعين كده، حسب ما الحاجه تبقى موجوده. عشان طبعا بابانا بيجي على الشغل على طول يعني. احنا كنا مسافرين الخميس، الجمعه نزلنا اشترينا الحاجات، نزل السبت، فما كانش فيه فرصه ان انا طبعا انا هنا ما بنزلش لوحدي طبعا، فلازم هو اللي يكون، عشان هو اللي عارف الاماكن اكتر مننا يعني، وانا بالنسبه لي فمعرفش الاماكن يعني، فاهمين؟ فهو بقى بيبقى عارف كل حاجه، فبننزل مع بعض بنشتري مع بعض وكده. بس هنا بقى بيبقى في عروض بقى على البسكوت وكده، فاشترينا بقى بسكوت اوريو الولاد بيحبوه كده. واشترينا حاجات تانية كتير بقى. بس انا بوريكم بقى العروض. طبعا ما عرفتش اصور كتير برضو لاني كنت ببقى يعني مركزه في الحاجه اللي انا هشتريها عشان ما انساش حاجه، فاهمين؟ لاني طبعا مش متاح ان انا انسى حاجه واقول له تاني يعني عايزاها او كده، وبيبقى عنده شغل والكلام ده كله، فما بحبش ان انا اخليه مشتت يعني. بحب ان انا كل حاجه تبقى تمام، اجيب حاجتي كلها تمام، وهو بيسيبني اجيب حاجتي كلها مره واحده براحتي، اجيب اللي انا عايزاه وكل حاجه. بس بشرط ما تنسيش حاجه يعني، جهزي دماغك ان انت الحاجه اللي انت عايزاها هي اللي هتنزلي تشتريها، فاهمين ازاي؟ بس هو وقت اي وقت وقته يسمح فيه بيجيب لنا مثلا حاجات ناقصه مثلا وهو جاي او حاجه، فكده يعني. بس اهم حاجه عندي تكون الحاجه اللي انا محتاجاها يعني، اللي تلزمني الكام يوم دول موجوده وانا جبتها. طبعا هنشتري ناجتس وحاجات من دي بس واحنا طالعين، لاني مش هناخدها نلف بيها الماركت جوه، خليها زي ما هي في الثلاجه يعني، زي ما هي. بس واحنا خارجين بناخد الحاجات دي اللي هي المجمدات اللي هي في الفريزر، عشان طبعا الجو حر قوي، فما ينفعش ان احنا ناخدها نلف بيها الماركت وبعدين ناخدها. وطبعا
في العربيه طبعا حر، وعقبال ما نروح وكده، فالحاجه ما بتبقاش، مش هتبقى حلوه، مش هتبقى لطيفه يعني. بس ف كده زي ما انتم شايفين بقى. طبعا هنا الاسماك، هنا الكابوريا، وهنا دول عاملين 5 ريال، دول 4 مع بعض. تمام. انا بوريكم الاسعار، بوريكم الحاجات، والحاجات بتبقى نظيفه جدا جدا جدا، وشكلها حلو جدا، طازه. بصوا بيبقوا كاتبين عليه طازه، تعرف ان هو طازه. ده سمك البربون بتاعنا، بس بيسموه هنا السلطان ابراهيم، كبير شويه. والسمك الصغير ده اسمه سمك شعور، وده البربون الصغير، حجمه الصغير شويه. بس هنا برضو الجمبري الكبير والوسط والصغير، براحتك خالص برضو اللي انت عايزاه تشتريه. هنا معبيين بقى كده، بتاخدي بالوزن بيطلع سعره، وبتاخديه زي ما هو، فاهمه. بس فطبعا انا هشتري من الطازه، مش هشتري من ده يعني. ده بقى مطبوخ، ده جمبري مطبوخ، بتجيبيه بتاكليه على طول يعني. حابه تسخنيه، مش حابه براحتك. بس طعمه حلو، انا جربته وكان طعمه حلو قوي، كويس يعني. تمام. بس هنا بقى الاسماك، بصوا بقى سمك القرش، شفتوا بقى سمكه القرش. هنا الهنود والبنجاله بياكلوا الحاجات دي، بياكلوا سمك القرش ده الصغير ده، مش كبير طبعا. بياكلوه. انما احنا لا طبعا، انا ما اقدرش. تمام. بس زي ما انتم شايفين بقى كده الاسماك، انا بوريكم كده اهو. طبعا في سمك السلمون ده، هو حلو وكل حاجه، بس انا يعني بصراحه ما حبيتهوش قوي. السلمون مع انه حلو وغالي يعني، بس ما حبيتهوش قوي. ده سلطان البحر، مش استاكوزا يعني. انا اتجادلنا انا وبابانا كتير في الموضوع ده، بس هي ما طلعتش في الاخر استاكوزا، لان مش ده شكلها. تمام. طلعت حاجه اسمها سرطان البحر، بس طبعا انا ما جربتهاش وكده. بس هنا بقى دي الاسماك الطازه طبعا زي ما انتم شايفين. بصوا بقى ده البربون، وطبعا في سمك اسمه في سمك المكرونه هناك، وفي دوت مش عارفه ده اسمه ايه. ده مكرونه، ده سمك المكرونه ده حلو. ده المكرونه اللي هو بتاعنا يعني، معروف عندنا. تمام. وهنا الجمبري دوت، فانا خدت من ده، وهنا بيعبيلي يعني، انا طلبته يعني. انا خدت من ده وباخده بقسمه يا بنات، يعني بعمله على كذا وجبه، مش بعمله مره واحده كله. بقسمه 4-5 اكياس كده، بيبقى حلو، لاني بعمل جنبه سمك. هما سمكتين بس اللي بعملهم جنبه، لو سمكتين بولتي مثلا، اي سمك، اي نوع سمك يعني. وبعمل 2 كابوريا، بيبقى وبعمل سلطه، وبعمل رز كده، بيبقى يعني بيبقى الغدا حلو وكتير كميه، وعامله من كل حاجه كميات صغيره، مش بعمل كميات كبيره، فاهمين قصدي. بس هنا بقى بناخد السمك البولتي، كل سمكه يعني سمكتين كيلو، عملتهم لوحديهم من غير ما اعمل جمبري معاهم ولا حاجه خالص. عملت رز وسلطه والسمك المقلي ده بس. وده كان غدا حلو قوي، حلو قوي قوي قوي، والحمد لله يعني. بس انا ما بحبش اعمل كميات كبيره، وما بحبش سمك، ما بحبش سوري اكل يتفضل ويترمى حرام طبعا، يعني ما بحبش ارمي حاجه، فدي نعمه ربنا طبعا، لازم نحافظ عليها. بس فهنا بقى هينضفها لنا، هنا خدهم هينضفهم يعني، وهنرجع له تاني، بيدينا تيكت كده. واحنا راجعين نديله التيكت يدينا السمك، فاهمين قصدي. بقى دي التلاجة دي بتاعه مش مجمدات، دي حاجات بلدي طبعا، بس متبله بقى، برجر متبله، لحمه متبله، كباب، كفته، كل الكلام دوت. مثلا لو رايحين سفاري ولا حاجه، او رايحين البر او كده، بناخد الحاجات دي ونشوها زي ما هي كده، متبله زي ما هي كده، بتاخديها وتشويها بس. تعملي بقى سلطه، تعملي بقى اي حاجه، هي بس كده متبله، بتبقى طعمها حلو جدا جدا جدا، ومش غاليه ولا حاجه يعني. في فراخ بالاعشاب، في شيش طاووق، في كل الكلام ده حلو.
في لحمه ستيك، في ريش، في صدق. بس كده، فزي ما انتم شايفين كده في كفته لحمه احمر، بس في اللي هي الكفته الكباب بتاعنا، في كفته فراخ، في كل الكلام ده. بصوا شيش طاووق دي بالاعشاب، متبله بالاعشاب والزبادي وكده، وفي متبله بالبصل، في كل حاجه، في كل حاجه وجميع الانواع وجميع الاذواق. هنا بقى الكرشه والفشه ورجل الخروف والراس والمخ والممبار وكل حاجه، والفشه وكل حاجه، دي فشه، وكل حاجه نضيفه متنضفه قدامكم زي ما هي كده. طبعا اللي بيبقى عايز بيشتري. وهنا الهنود والبنجله بيحبوا الحاجات دي قوي قوي قوي، ياكلوها وكده. واحنا كمان، بس انا ماليش فيها قوي يعني، وطبعا ما باكلهاش يعني. انا اخري اللحمه، فما ما بحبهاش. انا اخري كمان الممبار، فكده يعني. دي طبعا بصوا الطيور دي حمام، وفي بط، وفي اهو الحمام، وفي بط، وفي سمان، وفي ارانب. تمام. هنا بقى انا اشترينا كبده، جبت كيلو، قلت له يقسمهولي على يقطعهولي. انا اشتريت بقول الكيلو، خليته يقطعهولي اسكندراني عادي، بس فخليته يقطعهولي كده طرنشات يعني، اسكندراني. فعشان هعمله يعني، قلت له اعملهولي على 4 اطباق يعني كده. ف مش كله على بعض، عشان انا طبعا ما بعرفش ان انا امسك الكبده، مش عارفه في ناس زيي ولا لا، بقرف منها. ف يعني بحب اعملها يعني يعني مش همسكها تاني واقسمها. فانا قلت له قسمها لي 4 على 4 اطباق، بحيث ان انا اتبلها في حاجه وكده واعملها على طول. فاهمين قصدي؟ بس طبعا اعملها لوحدها، اعملها مع مكرونه، اعملها كده على 4 مرات، فهتكفيني وقت طويل وكده. وطبعا مش كل يوم هناكلها، فبحاول ان انا سيستم نفسي يعني. فاهمين؟ وهنا بقى الخضار، جبت الحاجه اللي تلزمني برضو يعني. كنت جايبه كوسه، وكنت جايبه، وعندي هنا كرنب انا مفرزاه، فاشتريت بس الخضره. وعملت برضو يوم محشي كده كوسه وكرنب، وعندي ورق عنب وكده. وطبعا اشترينا فاكهه وكده، حاجات بسيطه يعني، مش حاجات كتير يعني وكده. واشترينا بيض، اشترينا جبنات عشان طبعا الفطار والحاجات دي. زي ما انتم شايفين اهو، انا مش بحب ان انا اخد الحاجه. انا بحب اخد الحاجه اللي انا هستخدمها بس، مش بحب اشتري يلا بقى نشتري كميات ويلا بقى عشان يبقى الدنيا تمام. لا 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 لا، ما بحبش كده. انا بحب اللي انا استخدمه، لما الحاجه تخلص هجيب غيرها. ما اجيبش بقى حاجات كتير فوق بعضها كده، ما بحبش انا كده. زي ما انتم شايفين انا ما بملاش العربيه، ما بكترش حاجات كتير. بس كده خلصنا كمان السوبر ماركت اهو كمان. وكده بقى كنا خلصنا حاجتنا، وكنا تعبانين جدا طبعا، مش قادرين فاصلين. هنا بقى كنا مروحين خلاص. بس ولو عجبكم الفيديو وعجبكم نوعية الفيديوهات دي، اعمل لكم فيديوهات منها كتير. بس وده كان الفيديو بتاعنا النهارده. متنسونيش في اللايك وشير وسبسكرايب، وباي باي.